استاذ عصام مساء الخير، ازي حضرتك؟ بقول للسادة يعني المشاهدين دايما علي غيط يخش على العمل العام، ثم عندما لا يكون هناك نتاج كما تصور أو أي مشروع تقدم به لتحقيق أحلام الدراويش وجماهيرهم العظيمة، يصبح علي غيط السابق عضو لجنة السابق مدير كرة السابق. إيه الحكاية بقى؟ استاذ عصام طبعا أنا بشكرك لمداخلتك معايا، وبشكر فيك احترامك لرأيي الصمت الفترة اللي فاتت، ورغم ان حضرتك اول من اذعت خبر استقالتي من لجنة التعاقدات، ويمكن كان لينا حوار واحترمت ارادتي ان انا ما اتكلمش في الفترة دي، ودي حاجة بشكرك عليها. ولذلك انا اول ما خرجت عن صمتي كان اول حوار معاك انت على طول، لما اقيم لك من حب واحترام وتقدير على المستوى الشخصي، وما تربطني بيك من علاقة صداقة قبل أن تكون علاقة إعلامية أو عمل. فعلى طول دايما بكون صريح معاك، وتحياتي للأستاذ مشرف التحرير الكابتن عمر الأيوبي دايما بيسرينا بالجديد. أستاذ عصام، الموضوع ببساطة جدا، أنا كنت طالب إن أنا النادي الإسماعيلي يقف على رجليه، ما كنتش عايز أعمل فجوة بين اللاعبين ومجلس الاداره اكتر ما هي موجوده. حصل صدام كبير جدا في لجنه التعاقدات بيني وبين اعضاء مجلس الاداره، واطلقت عهد معي. المجلس كاملا يا كابتن علي؟ لا عشان اكون صادق، التصادم مع السيد نائب رئيس النادي، وهو تصادم في وجهات النظر، والخلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضيه، وانا على المستوى الشخصي بحترمه، واعتقد ان هو بيكن لي نفس الاحترام. وانا انسحبت في هدوء، وقمت سلمت عليه وانسحبت لان الرؤى اختلفت، الكلام تغير. احنا كنا اول جلسه عملناها كان الدكتور رأفت موجود وكان المجلس موجود، وقلنا ان سقف اللاعبين ليس بقرآن، وطالما هيبقى عندك نشاز السنه الجايه متمثل في لعيبه بتاخد اكتر من السقف، والسنه اللي بعدها فانت ما تقدرش تنفذ سقف اقل من كده، وعندك لعيبه معروض عليها مبالغ كبيره وصلت لطريق مع النادي تخطى ال 2 مليون. ما تجيش اما انا اجي بقى تجيبني في لجنه التعاقدات ان انا اتكلم معاه من 1,200,000 اللي انت حطيتهم بالسقف، ما ينفعش. ولو كان هذا المبدا قد اظهر من اول المفاوضات ما كنت وافقت ان انا اخش لجنه التعاقدات، ولكن اللي حصل. كابتن علي، استاذ حضرتك عند النقطه دي، هل تمت يعني الاستعانة بحضرتك على أساس أن أنت تستطيع أن تقنع اللاعبين بقبول العروض الأقل من قلعة الدراويش، ولا هم فاجئوك أن العروض أقل من السوق؟ لا، هو أنا طبعا على علم بأزمة النادي الإسماعيلي ليس بغريب، ويمكن كنت قاعد ضيف عند حضرتك ضيافة كريمة واتكلمنا في النادي الإسماعيلي وما يمر به من ظروف، فأنا ملم بالظروف، وكلمة إن أنا مشيت عشان الظروف الماديه دي طبعا حاجه عاريه تماما من الصحه، لان انا مش جاي من نادي برشلونه، ده النادي ده بتاعي وانا ادرى بظروفه. انما كان المتفق عليه ان احنا عندما جينا وجه الكابتن اسماعيل حفني والكابتن خالد القماش والكابتن محمد صلاح ابو جريشه، هذه الاسماء المحببه الى قلوب اللاعبين، كنا نرغب ان نستغل حبنا في، مش عايز اقول الضغط على اللعيبه، ودي فرصه استاذنك فيها ان انا احيي جميع لاعبي النادي الاسماعيلي يا استاذ عصام على المثاليه والانضباط وحب النادي، اللي انا يعني كتير انا شفت اجيال رائعه في النادي الاسماعيلي، كتير انا شفت لعيبه على مستوى عالي جدا في النادي الاسماعيلي، وعشرت لعيبه من اروع ما يكون من اول الزمن الجميل، ولكن هذا الجيل الموجود الحالي اللي بيمر عليه بالسنه ونص، سنه ونص يا استاذ عصام، لا يدخل بيتهم مليم ويستمروا ولا يشتكوا النادي ولا يعملوا مشاكل. هذه اللاعبين لابد ان ينالوا التحيه. عايز اقول لحضرتك ان النهارده احنا في شهر 4، وكل لعيب حر من شهر يناير، ورفضوا التوقيع في اي نادي، ورفضوا الاستجابه لكل المغريات اللي حواليهم، وانا اعلمها تماما. فما يجيش بعد ال4 شهور وبعد القعده مع مجلس اداره، واللي انا بعلنها قدام حضرتك ولاول مره، لا نيه لمجلس اداره النادي الاسماعيلي في التجديد ل6 لاعبين. لا نيه على الاطلاق. بما فيه علي غيط يؤكد لا نية لمجلس إدارة أو لدى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي للتجديد لنجومه ال6
الذين انتهى ارتباطهم رسميا مع قلعة الدراويش بدءا من يناير. صح الكلام يا كابتن علي؟ تمام يا استاذ عصام، واذا انا كنت صامت مش عايز اعلن الكلام ده عشان ما تحصلش الفجوه بين اللعيبه، عشان الجماهير لا تصور، وكنت في رغبه ان هم يراجعوا نفسهم بعد الموقف اللي انا عملته مع المهندس عثمان. كنت اتمنى ان يراجع نفسه، وخصوصا ان انا وصلت لعقد مثالي مع الكابتن عبد الله الشحات اللي بوجه له التحيه، الراجل اللي ساب بيته ووالده المريض وجالي القاهره في محل عملي عشان يتفاوض معايا لان انا مش فاضي. هذا انا يعني بشكره على مجيئه ومشكوره على مدى المرونه اللي اداها معايا، وفعلا للاسف احنا اللي ما عرفناش نكبر باولادنا. انا وصلت مع عبد الله يا استاذ عصام ل1,600,000 جنيه في 5 سنين لا تزيد. 1,600,000 جنيه 5 سنوات لا تزيد، ويتقاضى 50,000 جنيه فقط هذه الايام لظروفه الشخصيه، وينتظر على 420,000 جنيه اللي باقيين له من السنه اللي فاتت، باقيين له مش ليه، حتى نهايه شهر 4 ياخذ 200,000، وفي نهايه شهر 8 يحصل على 200,000 باقيين و300 من الجديد.